هنبدأ النهاردة بصرخة وجع، صرخة زوجة فقدت زوجها ومش سايبينه حتى وهو في تربته. اسمعوا زوجة الدكتور ضياء العوضي وهي بتلقن أكيل الجيفة درس في الشرف. بس قبل ما نبدأ كشف المستور، حابب أنبهكم إننا فتحنا قناة احتياطية باسم الصندوق الأسود، الرابط موجود في أول تعليق. اشتركوا وفعلوا الجرس فورا علشان لو حصل أي استهداف للقناة دي نفضل متواصلين ونكشف الحقيقة دايما. يلا بينا. وأي كلب هيخوض في عرضه وينتهك حرمته وهو ميت أنا مش هسيبه. وآخرهم الكلب اللي اسمه كريم كراته زي ما كان دكتور ضياء مسميه، مثلهم كمثل آكل الجيفة. بتخوض في عرض رجل ميت يا كلب أنت أو غيرك. الراجل الزاهد العابد اللي لما كان يروح يصلي ألاقيه بيغطي وشه بالشال، أقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لي حياء من الله. والجديد والمريب يا حضرات هو اللي حصل بعد الدفن. ليه تم استخراج الجثة وتشريحها في مصر؟ وليه التكتم على نتائج التقرير؟ ليه بيحصل كده مع الدكتور ضياء العوضي؟ وليه ما تمش تشريح الجثة أول ما وصلت قبل ما يدفنوا؟ تسريبات بتقول إن في تضارب مرعب بيصير تساؤلات، هل مات فعلا بمرض ولا تم التخلص منه لإسكات صوته؟ التشريح هو لغز الحلقة اللي بيثبت إننا في دولة ما بتحترمش فيها لا حي ولا ميت، والهدف كسر أي حد محترم. ومن قهر الموت نروح لقهر الأحياء على يد كامل الوزير. في القليوبية و امشي خالص، امشي خالص من قدامي، امشي خالص، امشي خالص، امشي خالص. عبد الرحمن وزير الامبوسبل اللي فاكر مصر عزبة ابوه والمهندسين عبيد عنده في الكتيبة. انا بقى دلوقتي بعمل ايه؟ اروح متصل بصاحب الشركه الفلانيه، يا حاج سعيد المهندس محمد عادل جالك من شركه نعمه تركيا، اقول له ما يتعينش كده بالفرده بالدراع، بالدراع ما يتعينش عندك. شاب سابني ومشي ما يتعينش، انت شركه بتشتغل معايا يا احنا يا هو، لو انت خدته معاك مش هتخش معانا، مش معانا شغل. اللي عايز يمشي يقدم استقالته. شايفين الغل بالدراع والفردة؟ يعني يا تشتغل عندنا بمرتب ما يعيشكش كعامل نظافة، يا نقطع عيشك في كل حتة هتحاول تشتغل فيها. بس انت يا مصري عارف ليه كامل الوزير بيعمل كده؟ واحد صاحبنا حكى لنا قصة قبل كده، فرتكه جبهة العسكر، كان مجند وصنايعي والجنرال خده يشتغل في بيته بالسخرة، وهناك شاف الحقيقة. الجنرال اللي الأرض بتتهز من تحته في الكتيبة وفي الجيش، مراته بتديله بالجزمة القديمة وبتهينه قدام العسكري الكحيان وبتمسكه من كتافه كأنه عيل صغير. هي دي السيكولوجية يا حضرات. كامل اللي مراته بتجيله بالشبشب في البيت، والسيسي بيمسح بكرامته الأرض في المؤتمرات ويوقفه انتباه بالربع ساعة كأنه تلميذ خايف من الجلد لازم يطلع عقد النقص دي على قفا المهندسين الشرطة. روح افرد عضلاتك يا كامل في بيتك واعمل اللي انت بتعمله ده مع السيسي وشوف هيحصل فيك ايه. وكامل الوزير وعلشان خاطر دموعك يا كامل، كامل بيداري على الفضيحة. كامل بيروح يفتتح كوبري مشاة وبيحضن شاب من ذو الهمم في لقطة رخيصة جدا. وزير بيفتتح كوبري مشاة يا ناقص، ده رئيس حي يستحي ان هو يروح يفتتح. بس هو طالع للأستاذ بتاعه السيسي اللي سحب الحاشية والطيارات والسيارات المسطحة وصرف الملايين علشان يروح شرق العوينات ويفتتح مصنع بطاطس. تخيلوا تكلفة الزفة دي لوحدها تبني بيوت للمهندسين اللي كامل بيشردهم وبيطردوا. وعلشان جبنا سيرة القائد العظيم الفذ لازم نكرمه ونطلعه على المسرح. وعلشان الخواجة ماكرون ما ياخدش فكرة وحشة، السيسي خده يتمشى في اسكندرية واللجان كانت جاهزة اوردر بنحبك يا ريس، صور يا ابني وطلعنا محبوبين قدام الشعب. شعب مصنوع من الكرتون واللجان علشان يداري على الشعب الحقيقي اللي بيموت من الجوع والفقر والقهر اللي بيعيش فيه في حكم العسكر.
نروح بقى للكارثة الكبرى. السيسي في الإمارات بيوشوش محمد بن زايد وبيقول له بحركة شفايف واضحة: خلي بالك. أعوذ بالله. إبليس بيحذر الشيطان. الاتنين دول لما بيجتمعوا اعرف إن في مصيبة بتتحضر للمنطقة. السيسي بعد ما السعودية قفلت الحنفية ومنعت الرز ومرضتش تديله حاجة، طار يشحت من الإمارات مقابل أي حاجة، والظاهر المقابل المرة دي هو جيش مصر. الإذاعات الإيرانية بتقول إن عندهم معلومات كاملة عن عدد القوات والطائرات المصرية على أرض الإمارات. والسؤال هنا للسيسي: جيشنا بيعمل إيه هناك؟ المادة 152 من الدستور واضحة وضوح الشمس: إرسال القوات للخارج لازم يتم بموافقة البرلمان وإعلان الشعب. ليه الصمت والتكتل؟ هل السيسي بيتاجر بجيش مصر كمرتزقة علشان شوية رز؟ هل تحولت عقيدة الجيش المصري من حماية الحدود المصرية لخدمة كراسي حكام إقليميين؟ جيش مصر مش للإيجار، ومهندسين مصر مش عبيد، ودماء الدكاترة في مصر مش رخيصة. السيسي وحشيته بيتعاملوا مع البلد كأنها خردة، بيبيعوها بالقطعة، ومن كتر ما بيتهانوا في بيوتهم ومن الكفلاء بتوعهم في الخليج بقوا يستقووا على الشعب الغلبان. فوقوا يا حضرات، الحكاية مش كوبري ولا مصنع بطاطس، الحكاية بلد بتضيع وكرامة بتداس. تنبيه: الحرب علينا كبيرة ومحاولات إسكات صوتنا مش هتقف. علشان كده فتحنا قناة الصندوق الأسود، هي بيتنا البديل، وما تخلوش خيوط الحقيقة تتقطع. انزل دلوقتي اشترك فيها وفعل الجرس علشان نفضل في ظهر بعض مهما حصل. أشوفكم هناك. سلام.